بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. من مدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي، ومعانا فيديو جديد، فيديو متميز مع تلاميذ الصف السادس. طبعا انا في المكتبة دلوقتي، وزي ما انتم عارفين المكتبة اهم حاجة فيها هو الهدوء وقراءة القصص للولاد. وطبعا المدرسة زي ما احنا عارفين ليها آداب كتير، وكلنا بنكون حريصين جدا على آداب دخول المكتبة وآداب الجلوس في المكتبة والتعامل مع الكتب. دي يا جماعة من مكتبتنا الجميلة، مكتبة الشهيد إبراهيم الرفاعي العامرة والجميلة والمليئة بكل الكتب والقصص والمجلات اللي تناسب كل التلاميذ. صباح الخير عليكم يا أولاد. ان شاء الله كده معاكم فيديو جميل ان شاء الله تنبسطوا منه. قولوا لي بقى، انتوا بتحبوا تيجوا المدرسه طبعا؟ بتحبوا طب تدخلوا المكتبه ولا ما بتحبوش المكتبه؟ بتحبوا الحوش اكتر؟ انا بحب المكتبة. المكتبه حلوه. طب ليه المكتبه حلوه يا تقى؟ عشان بقرا فيها كتير، باخد تقراي فيها معلومات. ايه؟ عشان باخد معلومات منها. تاخدي معلومات منها. والقصص اللي انت بتحبي تقري فيها اي انواع قصص؟ لا، بتحبي القصص العلمية. العلميه. طب مين تاني يقول لي بيحب القصص ايه؟ الخيالية. بتحب القصص الخياليه. جميل، حلو، تعلمي منها. وانت بتحبي القصص ايه؟ العلمية. العلميه برضو جميل. القصص ايه؟ الخيالية برضه. الخياليه. في حد بيحب حاجه جديده؟ العلمية. العلميه. ايه بحب القصص الجغرافية. بتحب ايه؟ القصص الجغرافية. الجغرافيه، يعني بتحب عن الجغرافيا وكده يعني. بحب التاريخ. التاريخ جميل. ايه بحب تاريخ. الدينية. تحب ايه يا ادهم؟ بحب اللي هي الايه؟ البدنية. البدنيه. بدنيه ايه يا عم؟ الرياضيه، يعني بتتكلم عن الرياضه يعني تقصد. جميل برضه. ايه يا ابرام، بتحب ايه يا ابرام؟ الخيالية. القصص الخياليه. على فكره يا جماعه دول تلاميذي وقعدوا معايا كذا سنه. 3 سنين. دي السنه الايه يا راجل؟ انت في سنه 6، دي السنه الايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه، درست لهم 3 سنين وهم دلوقتي في سنه 6. انا اديتهم من اولى وثانيه وثالثه وهم دلوقتي في سنه 6. ايه 3 سنين. حبايبي، وعارفاهم كل واحد، وهم عارفيني وحافظاهم، حافظه شخصياتهم، وهم عارفين انا ايه بالظبط. وربنا يبارك فيهم يا رب، ويكونوا مثال مشرف لمصر ان شاء الله، ويطلعوا احسن الناس. كل واحد نفسه في ايه؟ نفسك تطلعي ايه يا تقوى؟ دكتورة. دكتوره. دكتوره ايه يا تقوى؟ يلا. دكتوره ايه بس؟ عايزه دكتوره ايه؟ اسنان؟ أطفال. اطفال. وانت؟ نفسي أطلع مهندسة. مهندسه ما شاء الله ان شاء الله. وانت؟ مهندسة. مهندسه. برضه دكتورة أطفال. دكتوره اطفال. طب الولاد عايزه تطلعي أنا ايه؟ عاوز أطلع مهندس كمبيوتر. مهندس كمبيوتر. وانت؟ مهندس دكتور. ايه؟ دكتور. دكتور. وانت يا احمد يا حسن؟ مهندس. مهندس. وانت؟ مهندس. وانت؟ لعيب لعيب كرة يا شيخ؟ هتطلع زي محمد صلاح يعني؟ ولا إيه؟ لعيب كورة. لعيب كورة. وانت؟ عشان أحمي بلدي. احمد ايهاب عاوز يبقى ظابط عشان يحمي بلده. وانت؟ لعيب كورة. ظابط. ربنا يكرمكم. ظابط ما شاء الله. اغلى. وانت يا ابراهيم ايه عايز ظابط حربية ان شاء الله تطلع. طيب، بتحبوا تستمتعوا في المكتبة طبعا بالقصص، وطبعا بس لازم الهدوء. انا شايفة ان مفيش هدوء شوية. الهدوء شوية يعني. فما شاء الله عليكم، ربنا يكرمنا فيكم يا رب، ولادنا الغاليين الحلوين. ربنا يحفظكم يا رب، وتكونوا بجد احسن الناس ان شاء الله. طبعا المكتبة لها آداب. المفروض نعمل ايه في المكتبة واحنا قاعدين في المكتبة؟ الالتزام بالهدوء. وايه كمان؟ الاحتفاظ بمحتويات المكتبة والأساس. الاحتفاظ او المحافظة على اساس وادوات المكتبة. تمام. وايه تاني؟ استخدام الكتب برفق. ايه يا اخويا؟ استخدام الكتب برفق ونحافظ عليها. المحافظة على الكتب بالرفق. ايه هو الرفق بالحيوان ده ولا ايه؟ ده كتب يا عم. يعني هو قصده يعني يحافظ عليها يعني الايه؟ التزام الهدوء. الالتزام بالهدوء. وايه كمان؟ المفروض نعمل ايه في المدرسة كمان؟ الالتزام بنظافة المدرسة والمكتبة. المكتبة نهتم بنظافتها، يعني ما نرميش اي مهملات ولا اي اوراق في المكتبة. ايه كمان؟
احترام الملكيه، لازم احترم الملكيه، يعني احافظ على الحاجه ليا والايه والغيري، لان المكتبه دي زي ما انت قاعد فيها اخواتك اللي اصغر منك هيقعدوا فيها، قبل كده اكبر منك ناس قعدوا فيها، وبعد منك ناس برضو لسه هتيجي وهتقعد ايه وهتستخدم برضو نفس الكتب اللي انت مسكتها بايديك، هم برضو هيمسكوها وهيستخدموها. يبقى المفروض ان احنا بنحافظ على كل حاجه في المكتبه، من اساس، من كتب، من اي حاجه، حتى الكرسي اللي انت بتقعد عليه ده مفروض تتعامل معاه بهدوء كده وبالراحه، لان ده هيقعد عليه برضو تلميذ غيرك، هيقعد عليه طالب غيرك، وان شاء الله باذن الله يستفاد من خلال مكتبتنا، مكتبه الشهيد ابراهيم الرفاعي. من اجمل المكتبات والله، والولاد هنا بسم الله ما شاء الله ولاد ناس محترمين وكلهم يعني ما شاء الله عليهم. طبعا عندنا هنا في لوحه مكتوب كيف تلخص القصه. طبعا القصه لازم اول حاجه اقرا القصه قراءه كامله، وبعدين اطلع الافكار الرئيسيه، وبعدين الخص كل فقره على حده، وبعدين استفيد من القصه الاستفاده في ايه والشخصيات التي اعجبتني في القصه، وبعدين ارسم حدث من القصه، ومراعاه الشكل الجمالي من كتابه القصه، وجود اخطاء املائيه لو حصل ما احاول ان انا ما اشطبش عليها، ممكن احط تحتيها خط بالقلم الرصاص. وترتيب الملخص كالتالي. الملخص بيكون ايه؟ في صفحه وعنوان، بيانات القصه، عنوان القصه، اسم المؤلف واسم الناشر، وكده يبقى انا اتميت تلخيص القصه. ده طبعا عشان اللي يقدر ياخد من هنا قصه يعرف ازاي يلخص. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. مبسوطين يا ولاد؟ ان شاء الله هنزل لكم الفيديو ده باذن الله، هنزله لكم عرض اول ان شاء الله، وهيكون بعد حوالي 4-5 ايام كده من تاريخ النهارده ان شاء الله، وتتفرجوا عليه كلكم باذن الله. لا مش هنزله دلوقتي، لازم يحصل فيه شويه شغل كده، امنتج، اعمل حاجه، ادخل لكم صوره حلوه، مقطع حلو، هنزله لكم على اليوتيوب ان شاء الله. نعم القناة عارفينها يعني. ما انتوا عارفين قناه هند السباكه، انتوا جداد يا اولاد، ما انتوا عارفين، انتوا عارفين كل حاجه. ايوه في انا ليا متابعين من المدرسه كتير جدا. يا رب كده تكونوا دايما مبسوطين وتكونوا سعداء. اهتموا بمذاكرتكم، حافظوا على كل حاجه، لان انتوا في مرحله عمريه مهمه. سنه 6 ابتدائي دي يا ولاد، سنة 6 ابتدائي دي مرحلة عمرية مهمة، لازم تحافظوا فيها على كل حاجة، يعني تهتموا بوقتكم، تهتموا بصحتكم، تهتموا بمذاكرتكم، لأن الوقت اللي انتوا فيه ده هتتحاسبوا عليه بعد كده في عمركم. يعني هتقولوا يا ريتنا كنا بنذاكر لو انتوا ما ذاكرتوش، يا ريتنا ما ضيعناش الوقت في اللعب لو انتوا بتلعبوا كتير. بلاش، يعني نحاول نخلي بالنا شوية شوية. مش بقول لكم ما تلعبوش، العبوا، بس ذاكروا وادوا المذاكرة حقها، عشان تقدروا تكونوا متميزين في حياتكم، وتكونوا عارفين كل حاجة، ما تبقوش جاهلين بأي شيء، تبقوا شاطرين وعارفين، ويكون لكم مناصب حلوة في المجتمع، لأن المجتمع محتاج مننا مناصب حلوة. هو الكل بيشتغل وكلنا محتاجين بعض، بس برضه ما تكون إنسان مرموق غير لما تكون إنسان مطحون، صح ولا لأ؟ يعني إحنا كلنا هنتعلم وكلنا هنطلع في المجتمع حاجات إن شاء الله كويسة. هيطلع مننا الدكتور والضابط والعامل وعامل النظافة والضابط والباحث وكل حاجة، كلنا بنكمل بعض ومحتاجين لبعض، صح ولا لا؟ بس حاول ان انت تكون في منصب اعلى عشان يكون لك اجر اعلى، تكون ماسك زمام امور حياتك اكتر من الانسان اللي هو ايه تعليمه على قد. ولازم ان شاء الله ربنا يكرمكم كده وتكونوا كلكم تعليم كويس، تعليم عالي. ايه القصة اللي انت بتقريها بقى؟ طب قصة ايه؟ اسمها ايه؟ نساء صغيرات. نساء صغيرات. حلوة القصة دي. وصلتي للصفحة كام دلوقتي؟ 6. صفحة 6. جميل. وانت بتقري قصة ايه؟ الذبابات. بتتكلم عن الدبان، ودي دبة. ماشي يا دبة. الحصان الطاير في بلاد الآثار. الحصان الطاير. هاتي الغلاف كده. الحصان الطاير في بلاد الآثار، وانتي النمور، وانتي الحصان. ماشي. الايه؟ أميرة القصر الذهبي. جميلة، حلوة القصص، حلوة. استفادوا منها بمعلومات، يعني أهم حاجة تطلعي من المعلومة باستفادة. أطلع من القصة بمعلومة واستفادة، عشان يبقى أنا كده استفدت من القصة ومن الوقت اللي أنا قضيته في القراءة فيه.
واخد وقت طبعا كويس. يا رب كده يكون الفيديو خفيف وانبسطتوا فيه. عايزه اقول لكم بحبكم قوي قوي يا سنه احنا سته. كمان بنحبك يا بلال. والله العظيم وانا بحبكم جدا. ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب، وتكونوا مثال مشرف وواجهه مشرفه لمصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم هند السباك من قناتي هند السباك. سلام عليكم. باي. باي.